السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في وصفات جديدة مع شيماء من قناة أنا ومامتي. إن شاء الله النهاردة هنعمل معاكم الحواوشي الاسكندراني بطريقة سهلة جدا جدا. مكونات إن شاء الله تكون عندك في البيت. لو عندك ربع كيلو لحمة مفرومة أو نص كيلو لحمة مفرومة هتقدري تطبقي الوصفة ديت وتعملي غدوة حلوة لولادك. زي ما انت شايفة كده، بصي ما شاء الله رغيف، يعني ما شاء الله ماسك نفسه، ويعني لو طفل كله هيشبعه، لان طبعا انت عاملة المكونات كلها وموجودة في البيت ان شاء الله. كل المكونات حطيناها من البيت، يعني ان شاء الله تكون موجودة عندك. تعالوا بقى نقول المقادير ونشوف وصفتنا ازاي هنطبقها. طبعا هنقول الاول هنتبل الاول اللحمة. انا جبت كده 3 بصلات وبشرتهم. طبعا لو عندك كبة هتحطي بقى البصل في الكبة وتحطي عليه بقية المكونات. حط عليه معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، حط عليه كمان بهارات وكمون، وهنحط التوابل بقى بتاعتنا. عندك بقى كوباية صيني حطي، عايزة تحطي جوز الطيب حطي زي ما انت عايزة. هدعك البصلة كده بالتوابل اللي انا قلتلك عليها. طبعا التوابل دي حسب راحتك انتي، حابة تزودي او تقللي زي ما انت عايزة. حط عليهم فلفل رومي وفلفل حامي واقلبهم مع بعض، واحط كمان فصين من الثوم، ده بقى هيديكي طعم تحفة للحواوشي. اقلب كل بقى الخليط ده مع بعضه، وبعد كده هنزل عليه بنص كيلو من اللحمة المفروم. يستحب ان هي يكون فيها نسبة دهون طبعا، لان الحواوشي بيحب اللحمة اللي فيها دهون، يعني ما بيحبش اللحمة الحمراء. احط كمان معلقة صغيرة من البابريكا، لو موجودة عندك حطيها، مش موجودة خلاص. التتبيلة ديت حسب ذوقك انتي وحسب راحتك انتي. اقلب كل المكونات مع بعضها، وزي ما قلتلك ممكن تعملي الوصفة دي وتطبقيها بربع كيلو من اللحم. نحط بقى اللحمة المفرومة وهنقلبها بقى مع بعضها كده، وهنسيبها شوية لحد ما نعمل العجينة مع بعض. ان شاء الله تكون العجينة سهلة عليكي وتقدري تطبقيها وتعملي غدوة لولادك. يعني دي كمان من وصفات التوفير، ان انت ممكن تعملي الوصفة ديت وتعتمديها كغدوة لولادك. ما شاء الله بترمي معانا. انا هنا حطيت الملح، كنت نسيت احطه في الاول. وهقلب كل المكونات مع بعضها. زي ما انت شايفة كده انا بدخل كل المكونات مع بعضها، ويعني يستحب لو سبتيها شوية هكون طعم التتبيلة فيها اقوى واحسن. زي ما قلتلك حطي فصين الثوم، هيديكوا طعم رائع للحمة، وهيغيرولك طعمها خالص. هنا بقى ده شكل الخليط اللي احنا عملناه. تعالوا بقى نعمل مع بعض العجينة. انا جبت كده معلقتين من الخميرة، احط عليهم معلقتين من اللبن البودرة، احط عليهم معلقتين من السكر، وهنزل عليهم بكوبايتين من المية، وهنزل عليهم بكيلو من الدقيق. هقلب كده حسب العجين ما يشيل معايا. طبعا مش هقدر اقول لك كمية المية، لان طبعا حسب نوع الدقيق اللي بياخد المية، بس هقدر اقول لك تقديري ان يعني كيلو دقيق بياخد نص مية. ده لو نوع الدقيق كويس معاكي. هعجن بقى كده العجينة كويس. زي ما انت شايفة بتبقى عجينة طرية بس ما بتلزقش في ايدك. زي ما انت شايفاها كده شكلها في العجينة، يعني في الطبق معانا. هسيبها كده لما تخمر ونرجع نشوف هنعملها ازاي. كده بقى شكلها بعد ما خمرت هنكورها. طبعا لو حابة تعملي العجينة، يعني تقسمي الرغيف رق فوق ورق تحت، وحط الخليط في النص بتاع الحشوة براحتك كده. انا هنا هسهل عليكي الطريقة، وهنعمل كور، وبعد كده هنحشي الخليط جواها ونفردها زي الرغيف. ده طبعا بيكون اسهل ليكي وبيكون احسن، يعني بيوفر عليكي ان انت لما تفرديه ما يلزقش منك، تعرفي تنقليه بسهولة. كل دوت وهتشوفي معايا في الفيديو ازاي تقدري تقسمي العجين، وازاي تحشيه بكل سهولة، وازاي ما يفتحش منك. انا هنا بقى هفردها كده زي ما انت شايفة، وهكور كده الخليط اللي احنا عملناه مع بعض وهحطه على العجين. افردها معاكي كده زي ما انت شايفة. بصي ما شاء الله. وبصي بقى هنا طبعا كانت التتبيلة معانا في اللحمة. طبعا بعد ما فردتها كده هحط عليها خليط اللحمة اللي احنا عملناه مع بعض وتبلناه. طبعا لما تسيبيه شوية طبعا طعم اللحمة طبعا هيبقى لونه احلى معاكي عما تكوني هتعمليه على طول. زي ما انت شايفة كده انا فردت كل العجين الاول، وبعد كده هحط عليه الخليط
وبعد كده بقى ايه هنقفله مع بعض. حاولي تقفليه كويس عشان ما يفتحش منك وانتي بتقفل يعني وانتي بتفرديه. زي ما انت شايفه كده انا بقفله كويس من كل الجناب، وبعد كده هسيبها تريح مفيش 5 دقايق ونرجع نفردها سوا مع بعض. طبعا كل ما تسيبيها تريح شويه هتفرد معاكي احسن، عشان يعني العجين بيبقى متعصب مطرح ما بتفرديه، فبيبقى مش من السهل ان انت تفرديه على طول. بصوا ما شاء الله. وطبعا بعد ما نفردها وتشوفيها في الاخر بعد ما نسويها ان كمية اللحمة اللي احنا حاطينها مناسبة جدا للعجين اللي احنا عاملينه. طبعا كيلو دقيق هيرمي معاكي حسب بقى ما انت عايزة الرغيف صغير او كبير زي ما انت عايزة. طبعا لو صغرت حجم الرغيف هيديكي كمية اكبر، بس طبعا لاحظي ان انت بتبقى عاملة حسب يعني بتبقى مقطعاه حسب اللحمة اللي انت عاملاها، هو ده اللي بيحدد لك عدد الارغفة اللي انت بتعملي. افردها كده بص ما شاء الله بتتفرد معانا بكل سهولة. وحاولي ان انت ما ترققهاش قوي عشان ما تتحرقش منك في التسوية. طبعا هنا احنا حاطين خميرة فطبعا هو هيرفع معانا في التسوية شوية، عشان كده هنخرمه قبل ما ندخله الفرن زي ما انت شايف. طبعا بدخله على نار عالية، نار من تحت بس الاول، ولو احتاج هنقيد عليه الشواية مفيش دقيقة او دقيقتين بكتير لحد الوش بتاعه ما يحمر. طبعا انا بكون دهنه الصاج كويس زيت وبدهن العجين من فوق زيت، وهو دوت اللي هيساعده على التسوية. في بعض من الناس بتدهن الوش بيض وتحط عليه سمسم او تحط عليه جبنة موتزاريلا زي ما انت حابة. انا اديتك الوصفة والطريقة، وانت بقى لو حابة تجودي فيها براحتك انت، بس في الاخر ان شاء الله هتلاقي نتيجة تعجبك وتعجب ولادك. يعني ما شاء الله الطعم تحفة، وطعم العجينة ذات نفسه كمان جميل. هندخلها كده الفرن بعد ما نخرمها كويس. انا كده بخرم معاكي كل الكمية، وبعد كده هندخله الفرن. طبعا انا بخرمه ليه؟ عشان ما يرفعش معاكي وينفخ زي رغيف العيش ويبقى فيه نسبة من الهواء. هتشوفيه معانا في اخر الفيديو. بص ما شاء الله ان شاء الله يعجبك وينور ضهرك. بص ما شاء الله ده بعد ما سويته، ده شكله كده بعد ما سويته. بص ما شاء الله يعني من الظهر زي الوش اللون ذهبي، مفهوش حاجة محروقة ولا حاجة. تعالي بقى نفتح واحد من جوه كده ونشوف من جوه عامل ازاي وهل اللحمة مستوية ولا لا. انا بقى بفتحه معاكي بقى زي ما انت شايفة. بص ما شاء الله العجينة طرية وجميلة ازاي. بص اللحمة كمان مستوية ازاي معانا، وكمان نسبة العجين للحمة مناسبة جدا. يا رب بقى الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم، ولو عجبتكم الوصفة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.